60 شابا وشابة في النجف يشاركون في بازار سنوي تحت عنوان بأناملنا تزهو الحياة لإبراز مواهبهم وعرض منتجات مشاريعهم الصغيرة للمتبضعين، وسط دعوات لإنشاء مكان دائم يخصص للحرفيين والمصنعين الصغار. إلى هناك مشاهدين للمزيد من التفاصيل. 60 شابا وشابة اجتمعوا في هذا السوق من أصحاب المشاريع الصغيرة في النجف، والذي يقام مرة واحدة سنويا دعما لهذه الطاقات الشابة التي تتخذ من هذه المعارض وسيلة لعرض نتاجاتها وحرفها. هذا البازار دعم الطاقات الشبابية. تدرون يعني وظائف ماكو، والبنات والشباب ما عندهم، هسه أغلبهم التجأوا للأعمال اليدوية وللبيجات، يعني يتواصلون. أكو بيهم ما عندهم إمكانية يفتحون محل أو يفتحون يطورون مشروعهم. شاركنا بموادنا الطبيعية بهذا البازار. هاي صار لي أشتغل من 2018 هاي الشغل منتجات طبيعية، يعني كلها بخلاصة الأعشاب، زيوت معصورة على البارد، يعني هي معالجة ومرممة بنفس الوقت للبشرة للشعر. تنوع فيما عرضه هؤلاء الشباب هنا بين الرسم والحرف اليدوية من الحياكة والخياطة وصناعة مختلف الأطعمة كدعم معنوي لهم، فيما يأملون بأن يكون لهم مكانا دائما لمشاريعهم الصغيرة. هاي الطاقات مو بس أنا، يعني جزء آلاف وأكثر يعني مثلي، فبصراحة التوجه هذا الشيء قليل، دعم إلى قليل، يعني نتمنى أن يكون دعم أكثر على الأقل معنوي. يعني هو الدعم المعنوي أيضا ما موجود، لا دعم مادي ولا دعم معنوي. خياطة يدوية وأعمال يدوية بالبيت. بالبداية يعني مشروع بحدي أنا بدون يعني دعم لا حكومي ولا يعني شلون تقول دعم ثاني خارجي، فإحنا بدينا مشروع بحدي يعني بالبيت صار لي تقريبا 5 سنوات. شوي شوي قمنا نطور عملنا إن شاء الله لحد ما وصلنا لمرحلة نقدر نشارك بهيك بازارات، نقدر نشارك بمعارض. ويرى مهتمون بأن هذه المشاريع الصغيرة للشباب في النجف تتطلب دعما حكوميا لتنميتها اقتصاديا واستقطاب الشباب وتقليل نسب البطالة في المحافظة. من النجف محمد الغاربي، وان نيوز.